بيبدأ الفيلم مع بروس بانر اللي كان موجود في مختبر في جامعة كالفر وبيتعمل عليه تجربة، ولكن التجربة دي بتفشل وبيتحول بروس لوحش أخضر عملاق، والوحش ده اسمه هالك وبيضرب كل الموجودين في المختبر وبيهرب منهم. وبعد فترة بنشوفه هربان في البرازيل وبيكون بيحسب الأيام اللي ما تحولش فيها لشكل هالك ده. بعدها بنشوفه وهو بيروح يتدرب على التحكم في غضبه لأنه سريع الغضب، ولما بيغضب بيتحول لهالك وساعتها بيدمر أي حاجة تيجي قدامه. وبيكون بروس شغال في شركة تصنيع مياه غازية وبتحصل مشكلة في جهاز من الأجهزة وبيحاول بروس إنه يصلحها، لكنه بيتعور وبتنزل نقطة من دمه على أزازة من الأزايز وما بياخدش باله منها خالص. بعدها بنشوف بروس وهو بيستلم ظرف من واحد كده وبيروح البيت وبيتكلم مع عالم اسمه بلو، وبلو ده هو اللي بيساعده عشان يرجع إنسان طبيعي مرة تانية. وبيكون الظرف اللي استلمه ده عبارة عن وردة، والوردة دي بروس بيعمل عليها شوية تجارب، والتجارب دي عشان تساعده انه يرجع انسان طبيعي تاني، لكن للأسف التجارب دي بتفشل. وبعد فترة بنروح لجنرال اسمه الجنرال روس، والجنرال روس ده بيجيله بلاغ عن حالة تسمم بأشعة جاما، وده بسبب ان في واحد شرب الإزازة اللي فيها نقطة الدم بتاعت بروس بانر. ولما الجنرال بيعرف ان الإزازة دي جت من البرازيل بيطلب من رجالته انهم يروحوا عشان يقبضوا على بروس. ولما الشرطة بتوصل لبيت بروس فعلا مش بيلاقوه لانه عرف انهم جايين وراح استخبى في بيت جارته، لكنهم بيوصلوا له وبيجروا وراه وبيستخبى بروس منهم، وبيلاقي ان نبضات قلبه عالية جدا، وده خطر لانه بكده ممكن يتحول لهالك في اي وقت. فبيهدى شوية وبيجري عشان يهرب منهم تاني، لكن وهو في طريقه بيخبط في واحد بالغلط وبيبدأ يتخانق معاه، لكن بروس مش بيكمل خناق وبيسيبه وبيجري، لكن الراجل اللي خبطه جاب صحابه وحلف انه يضربه، وفعلا بدأوا يضربوا فيه، وفضل بروس يحذرهم انه لو غضب هيتسبب في موتهم كلهم، لكنهم كملوا ضرب فيه واستهزأوا بكلامه. فبيتحول بروس للوحش الأخضر هالك وبيقتلهم كلهم. وبيظهر واحد من الشرطة اسمه بولونسكي وبيضرب عليه نار، لكنه مش بيتأثر أبدا وبيتعصب أكتر وكان هيقتله. فبيهرب منه بولونسكي وبيرجع على شقة بروس، وهناك بيقابل الجنرال وبيسأله ايه الوحش الضخم اللي انا قابلته ده. مش بيجاوبه الجنرال، لكنه بيقول له انهم لازم يرجعوا علشان هيكلفوا بمهمة مهمة جدا. الناحية التانية بنشوف بروس وهو قاعد في الغابة وهدومه متقطعة، ولما بيلاقي عربية جاية على الطريق بيشاور لها وبيروح معاها لحد المكسيك، وهناك بيبدأ يشحت فلوس عشان يعرف يشتري هدوم جديدة. ولما بيمر وقت بيمشي عشان يرجع بلده مرة تانية، وبيروح لجامعة كالفر وفضل واقف قدام الجامعة عشان يقابل حبيبته بيتي، لكنه بيتصدم لما بيلاقيها مع واحد تاني، فبيفهم انها ارتبطت وعاشت حياتها من بعده. فبيروح لراجل عجوز اسمه ستان وبيقرر انه يقعد عنده، وتاني يوم بيتنكر في لبس مندوب توصيل وبيدخل الجامعة وبيلاقيهم مسحوا كل الأبحاث بتاعته اللي كان عملها قبل ما يتحول لهالك. فبيرجع يلم هدومه وهو متضايق جدا وبيخرج، بس وهو خارج بيقابل بيتي وبيستخبى منها. فبتسأل بيتي الحاج ستان وبتقول له ازاي وصل هنا، فبيحكي لها على كل حاجة. بعدها بيمشي بروس، لكن بتطلع وراه بالعربية بتاعتها وبتلحقه، فبيقول لها انه محتاج البيانات بتاعته اللي اتمسحت، فبترد عليه وبتقول له انها هي اللي خدت البيانات دي وحطتها على فلاشة. فبيعرفها بروس ان الجنرال بيطارده عشان ياخد عينات من دمه، ومن العينات دي هيقدر يعمل جيش كامل من الوحوش. لكن في الناحية التانية بنشوف الجنرال اللي قدر يعمل مصل يقدر يحول بيه أي شخص لوحش، وبيجرب التجربة دي على بولونسكي. وبعدها بفترة بنشوف بروس وهو مع بيتي وهم بيتكلموا مع بعض وبيستعيدوا الذكريات، لحد ما مرة واحدة بيظهر عدد من الجنود بقيادة بولونسكي وبيهرب بروس منهم وبيبلع الفلاشة عشان محدش ياخدها منه. لكن الغريب ان بيتي بتقف قدام عربية من عربيات الشرطة، وهنا بقى الصدمة الكبيرة لما بنعرف ان بيتي تبقى بنت الجنرال روس، وبيبدأ يتكلم معاها ويقنعها انها تمشي من هنا. في الوقت ده بيكون بروس اتحول لهالك وبيبدأ يضرب في الجنود كلهم لحد ما بيوصل بولونسكي وبيبدأ يقاتله، وبتكون سرعته زادت بشكل ملحوظ، وده تقريبا بسبب المصل اللي خده. وبيظهر مجموعة من الجنود معاهم آلة غريبة بتصدر موجات تأثر على هالك، لكنه بيفضل يقاوم الموجات دي بأقصى قوة وبيقدر انه يدمرهم كلهم، وبيضرب بولونسكي برجله وبيطيره بعيد. فبتجري بيتي على هالك عشان تطمن عليه، وفي الوقت نفسه بتظهر طيارة وبترمي عليهم صواريخ، وبيقدر هالك انه يحمي بيتي وبيضرب الطيارة وبياخد بيتي وبيهرب. بعدها بنشوفهم وهم مستخبيين في الغابة، وبيكون هالك متعصب جدا من الأمطار ومن صوت الرعد،
لكن بيتي بتهديه وبتقوله انها مجرد امطار مش اكتر، وفعلا بتقدر انها تهديه. بعدها بنشوف بولونسكي وهو متدشمل في المستشفى خالص، ولكن الغريب ان بعدها قام عادي ولا كأن في حاجه حصلت، وكل الجروح اللي كانت في جسمه اختفت، وده في الغالب برضه بسبب المصل اللي هو خده. وبعد فتره بنشوف بروس وهو بيتواصل مع الدكتور بلو وبيبعت له الابحاث اللي عملها من البيانات اللي كانت موجوده على الفلاشه، بس الشرطه بتقدر انها تعطل وصول الرساله، فبيقرر بروس ان يقابل الدكتور بلو بنفسه. لكنهم بيتفاجئوا ان الشرطه عامله لهم كمين، ولكنهم بيقدروا بعد فتره طويله انهم يوصلوا للدكتور بلو اللي بيقول لهم انه اشتغل على العقار وجاهز يعمل التجربه على بروس، وفعلا بيربط بروس في السرير وبيكهربه عشان يتحول لهالك. ولما بيتحول لهالك بيكون متعصب جدا لحد ما بيدوله المصل اللي يرجعه بشري مره تانية، فبتفرح بيتي جدا وبتقول لهم انهم اخيرا نجحوا. وبيقول لهم الدكتور بلو انه عمل عينات كتيره جدا من دم هالك، والعينات دي ممكن تساعد كتير من البشر بانها تشفيهم من امراض خطيره، لكن بيقول لبروس لازم تتخلص من العينات دي لان الجنرال لو وصل لها هيعمل جيش من الوحوش. وفي الوقت نفسه كانت الشرطه وصلت للمكان وبيضربوا بروس طلقه وبيفقدوه الوعي، وبيروح بولونسكي يطلب من الدكتور بلو انه ياخد المصل اللي بروس خده عشان يبقى هالك زيه. وفعلا لما بياخد المصل بيتحول لوحش عملاق وبيخرج يدمر في كل مكان في المدينه. ولما الجنرال بيلاقي الوضع خرج عن السيطره بيسمح لبروس انه ينزل يضربه، بيقدر يتحول بروس لهالك مره تانية وبيبدا قتال عنيف بينهم. لكن بولونسكي كان اقوى من هالك، ولما الشرطه حاولت تساعد هالك مسك بولونسكي الطياره وكان هيدمرها، لكن لحقوا هالك ورجعوا يضربوا بعض تاني. وبعدها قدر هالك انه ينقذ بيتي من الموت باستخدام قوته، وضرب الارض لدرجه انه قدر يدمرها من تحت بولونسكي وبيخنقه بجنزير ضخم وكان هيموته خالص. لكن في اللحظه دي بتتدخل بيتي وبتطلب منه انه يهدى عشان ما يقتلوش، فبيسمع هالك كلامها وبيرميه ناحيه الجنرال وبيسيبهم وبيهرب. وبعد فترة بنشوف بروس وهو في مكان بعيد وبيكتب رسالة لبيتي يطمنها، والناحية التانية بنشوف الجنرال وهو بيستقبل توني ستارك واللي بيطلب منه انهم يتعاونوا مع بعض. وبينتهي الفيلم. وطالما وصلت لحد هنا ياريت تنزل تعمل لايك وتكتب كومنت وتقول لنا رأيك في الملخص. ولو ما تعرفش مين توني ستارك ارجع شوف ال3 أفلام بتوعه هتلاقيهم هنا. سلام.